كل شاب بيسمعني وعايزك تاخد من الكلام اللي انا بقوله لك ده على قد ما تقدر. عايز اقول لك انا مش هقول لك كلام علمي بورق وكده، انا اقول لك كلام فعلي. عايز اقول لك حب نفسك واتعب على نفسك واشتغل على نفسك على قد ما تقدر. ان في الحياه دي محدش هينفعك اكتر من نفسك، محدش هيخليك تطلع لقدام اكتر من نفسك. عايز اقول لك اقرب الناس ليك، هو على فكره والله مغفور ولا حاجه، بس اقرب الناس ليك مش عايزينك تنجح، مش عايزينك تكون انسان ناجح. ليه؟ ان انت بالنسبه لك نجاحك اصلا هيكون مسبب لهم ازعاج كبير جدا. ليه؟ هتظهر ان هم اصلا ما كانوش ناجحين، هتظهر حاجات كتيره هم مش عايزين يقتنعوا بيها، بس دايما هيفضلوا يحبطوك. حتى لو بتعمل اي حاجه في الحياه وانت شايفها من وجهه نظرك حاجه كويسه، هم شايفينها مش كويسه، هم يقولوا لك عليها مش كويسه، هم اصلا عايزين دايما يحبطوك عشان مش عايزينك تنجح. فانت اصلا لسه لو انت مستني الناس تدعمك نفسيا بالكلام، صدقني انت لسه بدري عليك جدا. اللي هيساعدك في يوم من الايام وانت لسه في بدايه حياتك هيفضل طول عمرك يعايرك بيها. لو حد ساعدك في ان انت تشتغل او ان انت تروح سفريه او ان انت تعمل اي حاجه، صدقني لو بص لقيت نجحت وما هبطتش وما يئستش، هيقول لك في يوم من الايام انا السبب في اللي انا نجحتك، انا السبب ان انت عملت كده. فكل حد يساعدك باي حاجه في الحياه دي لازم انت تردها له وقت في نفس الوقت، ما يبقاش في حد خيره عليك، ما يبقاش في حد يعرف يوم من الايام يقول لك انا عملت لك حاجه. عايز اقول لك ان انت اشتغل على قد ما تقدر، اتعب ساعه واثنين وثلاثه. لو انت بتشتغل 5 ساعات تشتغل 10 ساعات، ان انت في يوم من الايام هتفتخر بكل حاجه اشتغلت بيها. ودايما يكون عندك هدفك بعيد جدا، مهما كنت الموضوع صعب عليك، بس انت خلي هدفك بعيد. بمعنى ان انت خلي هدفك بعيد. انا شخصيا لو انا عايز اجيب مثلا تليفون 14 برو ماكس على سبيل المثال، يعني اقول انا عايز اجيب ال 15 برو ماكس اللي لسه ما نزلش، فانا لما اشتري ال 14 برو ماكس انا بالنسبه لي عملت نجاح كبير جدا. ان انا اصلا ما احطش هدف قليل، احط هدف مضاعف قدامي عشان اعرف اوصل له. صدقني قسما بالله انت معاك كل حاجه. انت ربنا خلق الانسان فينا اصلا في احسن صوره. ليه ربنا خلقك في احسن صوره؟ خلقك عشان اعطيك كل اعضاء جسمك دي عشان تستخدمها في الصح. ربنا اعطاك ايدين واعطاك رجلين واعطاك مخ واعطاك عقل، لازم تفكر كويس ولازم تستخدم كل حاجه ربنا عطاها لك. ربنا مش عاطينا اعضاء جسمنا ده عشان خاطر نرجعها له تاني كده زي ما هي. انت ربنا عطاك كل حاجه وصور الانسان في احسن صوره عشان انت احسن حاجه في الحياه. الحياه اصلا من غير الانسان ولا شيء. ليش حد في يوم من الايام ياثر عليك نفسيا؟ مش عيب اللي انت تفشل على فكره، ومش عيب اللي انت تفشل في النهارده، ممكن تنجح بكره. انت لو فشلت النهارده فده يدل على ان انت بتحاول وبتفكر ان انت تنجح، ان انت بكره هتلاقي نفسك فشلت في حاجه امبارح وهتلاقي نفسك اتعلمت منها حاجه. النجاح ما بيجيش بالسهل، مفيش حد في الدنيا بينجح كده بالسهل. ما تقولش بقى لنفسك الكلام اللي ملوش اي 30 لازمه، ان فلان نجح عشان خاطر اهله كانوا معاهم فلوس وما ربنا عطاهم ثم هو نجح عشان كده، او فلان ده كان ليه واسطه في المكان الفلاني، او فلان ده عمل كده عشان كده. لا خالص، انت في ايدك تعمل كل حاجه. المعطيات بتقول لك ان انت ممكن تنجح، مفيش حاجه بعيد عليك. بس في الزمن اللي احنا فيه اي حد يقدر ينجح واي حد يقدر يوصل لاي حاجه هو عايزها، بس بعقلك بمخك بتفكيرك بنفسك، ومحدش هينفعك. ما تستناش حاجه من حد، ما تستناش ان حد يقول لك كلام يشجعك بيه. انت شجع نفسك وبص لنفسك في المرايه، انا امبارح كنت ازاي والنهارده بقيت ازاي، انا من سنه كنت ايه والسنه دي بقيت ايه. هتلاقي الحاجات دي دايما بتخليك تطلع لقدام، وما تستناش ان حد يشجعك باي كلام في الدنيا. ما تستناش ان حد يقول لك كلمه كويسه، ان في الغالب مش هتلاقي حد يقول لك كلمه تشجعك. الكلام ده مش عملي، الكلام ده واقع. انا شخصيا بقول لك انا مش قادر، انا عينيا محمره من قله النوم. بس ربنا لو عطاك مكان تشتغل فيه واستخدمت اللي ربنا عطوه لك صح، ربنا هيكرمك. ربنا بيختبرك على فكره. انت ربنا ما بيديك شغل، ربنا بيختبرك، بيشوفك هل هتقدر تحافظ على الشغل ده ولا هتأهمل فيه او هتكون انسان كسلان. فدايما استغل الوقت اللي انت فيه. النهارده انت بتشتغل كل يوم، انت مش عارف ايه وفي ايه بكره. عايز اقول لك اتعب النهارده عشان ترتاح بكره. صدقني كل ما تتعب النهارده هتلاقي نفسك ارتحت بكره. ودايما ما تستناش حاجه من حد، انت تقدر تعمل كل حاجه. السلام عليكم، اشوفكم على خير.